الاهلي المصري للامانه يعني زي ما بنحكي عن ريال مدريد هو مثلا عراب بطوله ابطال اوروبا، فالاهلي المصري في افريقيا وحامل اللقب وحش يعني ما بيوقف حدا، حتى لو كان متراجع في الدوري المصري كمان او محليا بتلاقيه في افريقيا بيتحول. اذا انت تقول بان الاهلي قدم مباراه كبيره بالنظر الى مجمل المباراه والى الاحصائيات، يعني هل نجح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للاهلي المصري بالتفوق على نظيره الوداد المغربي والمدير الفني البلجيكي سيفن فاندربوك؟ للامانه يعني اعتقد وبرجع بقول انه كسبها المعركه ذهنيا، كان فايت محضر ذهنيا ونفسيا لاعبيه بصوره افضل من المدرب البلجيكي للفريق الوداد، ولكن يعني برايي انا الشخصي انه كانت يعني بعتقد انه يعني الاهلي عنده اكثر من هيك، يعني عنده لاعبين خاصه مثلا زي كهرباء زي بعض الشحات كان متالق في المباراه، كان نجم المباراه صحيح، صنع هدفين، يعني كان مباراه جميله له، فكان انه يعني خلينا نقول في الشوط الثاني خاصه التراجع كان او عوده الفريق الوداد كان بيقدر هو يتلاشاها شويه، وخاصه بان توقيت هدف الوداد اتى في وقت يعني تقريبا يعني يعتبر انه خرج بانتصار الوداد في الهدف اللي جابه، لانه يكفي هدف لضمان التاهل ضمان الفوز بالبطوله. بالنظر الى مباراه الذهاب فراس، هل برايك ستكون مباراه الاياب عصيبه وشاقه على الاهلي المصري؟ كيف تنظر الى مباراه الاياب؟ ارجع للجمهور المغربي اولا، يعني انا باكد على النقطه هاي، الجمهور المغربي مخيف جدا في المباريات اللي مثل هيك، وخاصه اذا كان ديربي افريقي كبير، يعني نحكي عن زي ما حكينا اخر فتره بينهم في ثارات نهائيات ومباريات قويه جدا بينهم. اعتقد انه الفريق الوداد قادر انه يرجع في المباراه، الاهلي ما قدر يحسم الموضوع من مباراه الذهاب، وكان قادر، هي الفكره اللي نحكي فيها احنا، انه كان عنده الفرصه انه ينهي الامور من الذهاب، ولكن اعطى امل للوداد بهدفه في الدقيقه 86 اللي اجى، اعطى امل للوداد انه يكون قوي في المباراه الجاي. اعتقد راح تكون ملحمه كرويه، احنا يعني الكسبانين كمتابعين، واكيد بالاخير هي كره عربيه، واحنا بنفتخر انه اثنين فريقين عربيين بيوصلوا النهائي وبيقدموا كره زي هيك. يعني من الأقرب بدون عواطف للتتويج باللقب؟ هل هو الوداد محافظة على لقبه أم عودة اللقب إلى الأهلي المصري؟ هسه أنا بدي أحكي لك ورقيا ونفسيا وذهنيا الأهلي هو اللي بيحصد اللقب أعتقد، ولكن توقع شخصي أعتقد الوداد يقلب الطاولة على الأهلي. أتمنى التوفيق أكيد للفريقين، وأن تكون مباراة كبيرة تليق بمستوى الفريقين العريقين على مستوى الكرة العربية والإفريقية.